مريض دخل لي في المتابعة بعد القسطرة وأول كلمة قالها لي أنا ندمان جدا يا دكتور، فابتسمت كده وقلت له ندمان ليه بس خير؟ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. صديقنا ده كان بيعاني من كسور في الشريان التاجي ومشينا على العلاج فترة بس للأسف ما اتحسنش. ابتديت أتكلم معاه وأشرح له إنه محتاج قسطرة وسألني في تفاصيل كتير، وبعد ما جاوبت على كل أسئلته في الحقيقة رفض وقرر يمشي بالعلاج. أنا طبعا تفهمت رغبته واحترمتها، نظمت له علاج وبقى بياخد اقراص داينايتر تحت اللسان كل ما تجيله الازمه وبقى متعايش مع كده لحد ما فوجئت بيه داخل عليا في يوم وبيقول لي يا دكتور انا مستعد اعمل القسطره. وبالفعل عملنا، طبعا لقينا ضيقين في الشرايين التاجيه والحمد لله وسعناهم وركبنا له فيها مدعمتين وخرج بالسلامه. لقيته داخل عليا في المتابعه بيقول لي الجمله دي، ولما حاولت افهم منه هو ندمان ليه فاجئني برده الحقيقه. لقيته بقى بيقول لي انه ندمان على انه اتاخر في قرار القسطره وانه سعيد جدا في التغيير اللي حصل في حياته من بعدها. اطمنت عليه وفحصته وشرح لي انه الازمات اختفت تماما وانه استغنى تماما عن الاقراص اللي تحت اللسان اللي كان بياخدها اثناء حدوث الازمات، وانه بقى عايش حياته بصوره طبيعيه. بعد كده ابتدى يسالني عن ممارسه الرياضه وايه الرياضات اللي مسموح له بيها وايه المده الزمنيه اللي مسموح له بيها ونظام الاكل والعلاقه الزوجيه. الراجل ده من شهر بس ما كانش قادر يعيش حياته خالص، اقراص الداينيترا دايما في جيبه ودايما بيقف بسبب حدوث الازمات، لكن النهارده بفضل الله رجع تاني يمارس حياته بصوره طبيعيه تماما. طبعا دي من المواقف اللي بتسعدني وبتسعد اي دكتور في شغله، اللحظه اللي بنقدر نساعد فيها حد على انه يعيش حياته بصوره طبيعيه، وبنحمد ربنا على توفيقه في اداء رسالته. ادعي الوالد بالرحمه والمغفره وادعي لاهالينا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات، ويلا اكتب لي في الكومنتات اي اسئله عندك بخصوص قسطره القلب او الدعامات. دمتم بصحه وعافيه.